السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة صينية المسقعة. حاجة كده جميلة جدا واقتصادية وبدون زيت ولا قلي ولا اي حاجة. هجهز هنا معايا، بصوا هنا كده قوام البطاطس والبتنجان. البتنجان هنا هعمله بطريقة مختلفة خالص، ولا تقلي زيت وهتقتصدي، وابعدي بقى عن الكوليسترول خالص. حاجة كده جميلة جدا والطعم حكاية، هتجربيها مش هتبدلي بقى الوصفة دي تاني. عندي هنا البتنجان بتاع القلية، اللي هو البتنجان الكبير دوت. كنا جايبة منه كيلو، حوالي 3 وحدات كده من الكبير دوت. همسكه هقشره هنا وهقطعه بالطول معايا. طبعا انا مش هقليه في زيت ولا حاجة، انا هعمله بطريقة جميلة جدا، وخليكم معايا كده لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا انا عملت ايه. البتنجان ده طبعا بصوا ابيض ازاي، مش مبذر من جوه ولا حاجه. كل ما بتنقيها البتنجانيه ناعمه كده، مش يعني مثلا مش خشنه ولا حاجه، بتلاقي قلبها من جوه مش مبذر، وقلبها ابيض كده ومسكره وجميله. لكن لما بيكون البتنجان ده مبذر من جوه بتلاقيه مرر، فمش بيكون حلو. فانت لما تيجي تنقيه، تنقي البتنجانيه اللي بتلمع كده، البتنجانيه الوسط، ما تنقيش الكبيره قوي. هنا هعمله معايا بالطول. بصوا قلبه ابيض ازاي، ما شاء الله عليه جميل. هنا هخلص الكمية كلها بتاعت البتنجان اللي انا قشرتها، وهبدأ بقى ان انا ايه اتبله. هيكون معايا ان شاء الله كده فصين توم او 3 فصوص توم، وامسكهم ايه ابشرهم كده على البتنجان، وايه وابدأ ان انا املحه. طبعا انا مش هقليه في الزيت، لان انا عايزه وصفه ان هي اقتصد في الزيت، وفي نفس الوقت يعني ايه الكوليسترول والحاجات دي، فهي اكله صحيه، ما هياش كلها زيت ولا حاجه. خلاص كده هنا خلصت التقطيع. عندي هنا فصين توم كبار، هبدأ ان انا ابشرهم كده بالمبشرة الصغننة اللهلوبة ديت. خلاص كده هحط عليها هنا بقى ايه معلقة ملح ابيض، وهتبلها واسيبها شوية نص ساعة. البتنجان دوت بيجيب ميته، بيجيب مية سودا كده. هو كده نزل المية بتاعته، بروح رصاه في صينية ومشغلة عليه الفرن. بتلاقيه اتحمر ونشف ونزل المية اللي فيه ديت، وتلاقيه مقرمش وجميل جدا، ولا يشرب زيت بقى ولا نقليه ولا الكلام ده خالص. بتروحي رصاه في صينية وحطاه في فرن البوتاجاز، بيتحمر وبيبقى جميل جدا، ولا بيبقى دسم ولا اي حاجة. الطريقة بتاعته دي جميلة جدا، جربوها وهتعجبكم جدا. هنا برضو هجهز معايا هنا 4 بطاطسيات كده حلوين، امسكهم اقشرهم وانقعهم معايا في مية. وعندي هنا بصوا البتنجان بقى بعد ما طلعته من الفرن رصيته على بعضه، مش مقلي كده ولا حاجة. وهنا عندي شوية فلفل شطة كده كانوا في التلاجة، قلت استغلهم وادخلهم في قلب المسقعة ديت، بتديها طعم كده وحرارة. وعندي هنا كيلو طماطم فرمته وصفيت البذر منه، وهنبدأ بقى ايه نجهز للمسقعة. ما شاء الله هنا كده المكونات كده جميلة. وهنبدأ بقى ايه هنا 3 فصوص توم هنبشرهم، وهنحط عليهم معلقتين زيت، حاجة بسيطة خالص. احنا قلنا بقى ايه الأكلة دي مش عايزين فيها زيوت كتير ولا حاجة. هبدأ ان انا ايه احمرهم كده في الزيت دوت لحد ما التومة تصفر،
وما نخليهاش تغمق قوي عشان ما تمررش في الطعم. لازم تبقى التومه صفراء. هننزل عليها بقى هنا كده بالطماطم بعد ما التومه اصفرت. الريحه جميله قوي قوي بصراحه. هنحط هنا بقى عليهم معلقه ملح ابيض او نص معلقه من الكبيره دي، ونص معلقه كمون. وهنسيب الطماطم دي تتسبك شويه على البوتاجاز حوالي يعني 10 دقايق كده. ما ننشفهاش قوي في التسبيك، لازم يبقى فيها ايه نسبه صلصه كده شويه. هبدأ انزل بقى عليها هنا بالفلفل المقلي. اول حاجة بنحط الفلفل، لان دوت يعني اكتر حاجة في المكونات دي بتاخد سوا، غير البطاطس والبتنجان دول بيطيروا على طول من الغلية. فبنحط الفلفل الاول وبنسيبه كده يجي كام دقيقة يغلي مع الصلصة. وبعد كده ننزل بالبطاطس ونغطسها كده في قلب الصلصة نخليها تشرب منها. بصوا طعمها والريحة بتاعتها حكاية. واللي عايز بقى يحط فلفل رومي فلفل من التاني. انا بفضل الفلفل الشطة عشان احنا بنحبها حرة. فاللي مش بيحب الحاجة الحارة بيحط فلفل عادي. هنا بقى هنزل اخر حاجة بالبتنجان. هبدأ ارصه على الوش الصينية كده. يشرب من الصلصة دي هيبقى جميل جدا. وبيلمع ازاي والله جميل جدا. الوصفة ديت حكاية. احسن ما تقعدي تقلي وبيشرب زيت كتير. ان انت ترصيه في الفرن ده جميل جدا. هنبدأ بقى هنا كده نغرفها ونحط على وشها شوية جرجير. وبألف هنا وشفا. يا ريت اللي شاف الفيديو وسمعه للآخر يعمل لي اشتراك في القناة لو أول مرة يشوفني، وأحلى كومنت منكم بقى ولايك للقناة. وإن شاء الله أشوفكم على خير بالفيديو الجاي إن شاء الله.